سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي صبحتوا؟ يا كلشي مزيان؟ المهم مرحبا بكم معايا عاوتاني في هذا النهار في الروتين واحد اخر جديد ان شاء الله. واخا غبرت عليكم واحد اليومين، ولكن غير مع الوقت وصافي. ياك لاباس عليكم؟ يا كلشي مزيان؟ درتو شي غدا؟ المهم البنات انا اليوم ما سجلتش معكم من الصباح، المهم لان ما قررت نسجل الروتين ديالي معكم حتى بديت في الغدا. المهم مرحبا بكم معايا اليوم باش تغداو معايا وتضلوا معايا عاوتاني ان شاء الله من الصباح حتى الليل. المهم ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم غدا ديالي، غدا بسيط. المهم غندير اللوبيا ان شاء الله، وغادي ندير شي شويه الحوت، غادي ندير الصول. المهم واش التخربيقات راكم عارفين الحوت كيبغي شويه ديال التخربيقات. وان شاء الله الكوتي غادي ندير معكم بوشيار، غادي تشوفوا بوشيار ديال بني ملال، وان شاء الله غادي يعجبكم بواحد الطريقه اللي هي يعني سهله وكيصدق بها 100%. وفي نفس الوقت ان شاء الله غادي تبقاو معايا كيف العاده حتى تعشاو. عاد غادي نطلقكم، انا ما كنبغيش نطلقكم حتى تعشاو حتى كتمشيو لديوركم شبعانين. المهم انتم كيشتو تما البنات، انا درت اللوبيا ديالي. انا قلت لكم عندي اللوبيا والحمص دائما داكشي اللي كنشري مع الريفيطيمو كنكون كنرقدو وتنديرو في المجمد وتيكون عندي ديما متوفر. المهم تما انا درت اللوبيا ديالي، درت مطيشه، بصله، ثومه، والعطريه عاديه والقزبر، وهذا الحامض مصير. العطريه كندير سكنجبير والتحميره والبزار والخرقوم والملح. صافي راه تشحر مزيان. انا زدتو دابا الماء طيب وغادي نسد عليه وغادي نقص عليه البوطه، غنخليها شمعه. انا هكاك تندير اللوبيا باش كطيب ليا مزيان. ايوا دابا غادي ندير واحد شويه الميناج. المهم ان شاء الله غادي غير نكمل شقايه ونكمل شويه مع الغدا. غادي دابا في هاد الاثناء راه صافا كاينه في الدوش كدوش، غادي تخرج هي، غادي ندخل خوها حتى هو باش يدوش، لان ما دوشتش لهم في السبت والحد، واليوم حتى جاو من المدرسه عاد غادي يدخلوا يدوشوا كاملين. وان شاء الله ملي غادي يخرجوا حتى هما غادي ندخل حتى انا موراهم. المهم اليوم غادي ندير شويه ديال الميناج خفيف ظريف. المهم ما غاديش نكثر عليكم الشقه، انا عارفه بلي تنعييكم، خصوصا كاينين شي وحدات اللي وليت غير تنهضر معاهم تيقولوا لي ياك عاوتاني ما كتخملي ياك، يعني وليت بحال كنجيهم ديما، صافي وليت دائما تنخمل. صافي المهم غادي تشوفوا معايا الروتين ديالي كامل ديال اليوم، كيف دوزتو، كيفاش غادي ندوزو، شنو غادي ندير. المهم خليكم معايا باش تعيشوا معايا كلشي عاوتاني من الصباح حتى الليل وكيف العاده. المهم كلشي بغيت عاوتاني نرحب بزاف بالعيالات، بالبنات اللي ما غاديش نقول العيالات، البنات كلهم اللي كيشجعوني في تعليقاتهم واللي كيدخلوا عندي جدادات، والصراحه كلهم يعني كيكون التعليقات ديالهم تتكون محفزه ليا انا. واللي دخلت عندي جديده ولا اللي اول مره كتشوف الفيديو ديالي تنقول لها مرحبا بك معايا دائما في قناه شهوات يوميه امال، قناه اللي هي متواضعه. كي تنقول ديما للناس المتواضعين بلا شيكي بلا بخ بلا تكاليف كثيره، يعني كنديروا شهوات على قد حالنا على قد جيبنا. وتنقول لها دخلي عندي مرحبا بك، تفعلي بالضغط على الجرس وتضغطي على الاشتراك وخليك معايا دائما في الروتينات ديالي اللي هما اكيد غادي يعجبوك. صافي هنايا كيف شفتوا البنات رانا غسلت شويه البوطاجي ديالي لان شحال هادي ما غسلته الصراحه، ومع الفايونس ابيض كيبقى شويه مطبع وليدام. ملي كملته انا هنايا كنقوم الحوت. المهم السول راكم عارفين السول راه ما كيبغيش القوام بزاف، هو قد ما قللتي ليه القوام المهم كيبغي هو يبقى فيه المذاق ديالو، داك المذاق ديالو اللي هو اصلا زوين، يعني ما كيحتاجش العطريه بزاف. المهم درت ليه غير شويه من كل حاجه باش ما نقتلش فيه المذاق ديالو، باش ما يغلبش عليه المذاق ديال الثومه وديال العطريه. وعصرت عليه الحامض. هنا غادي ندير غير شلاضه بلديه. المهم البنات راكم عارفين حنا كناكلوا شلاضه بكثره، الا كانت عندي شلاضه انا كنديرها كيف العاده، ما كانتش عندي راه ما كنديرهاش. صافي هنا غادي ندير غير شلاضه بلديه كيشتو مطيشه، وهنا غنقطع فلفله حلوه، وغادي نقطع البصله خضاريه بطبيعه الحال هي اللي كتجي زوينه في الشلاضه. والصراحه ما متوفراش عندي الاخرى دابا، ولكن واخا تكون متوفره يعني في الشلاضه ضروري كدير هاد الخضاريه الا كانت هي في الدار. واللوبيا ديالي كيف شفتوا رانا قاتله عليها البوطه وغادي نخليها على خاطرها. صافي هنا غادي ندير ديك الخنشه اللي شفتوا داك النهار ديال الليمونه البنات، صافي هاد الشويه اللي بقى فيها. والصراحه حيت بقات والحال سخن لقيت شي حبات خماجو ليا صافي لحتهم، وهذا الشيء كله اللي بقى قلت غادي نعصرو. صافي انا هنا ساليت غنحل على اللوبيا ديالي نشوف كي ولات. هانتوما كي شفتوا راه طابت
شتي كي تجي راه كطرطق الحبه ديالها، ملي كتقتلي عليها البوطه وتخليها طيب على خاطرها. صافي دابا غادي نردها للبوطه غير باش تنشف شويه من الماء، لان باقي فيها شويه الماء، اما راه طايبه صافي. ما غاديش نعاود نسد عليها، غنزيدها شويه الملح لان دقتها جاتني بحال خصها شويه الملح. وهنايا غادي ندير معكم السيترون ديال الحامض اللي راه فايت معايا، فايت ليا درتو معكم، اللي كتكون فيه حامضه تنحكها، حامضه روميه بطبيعه الحال البنات. ضروري الرومي راه البلديه ما كيجيش فيه هذا العصير، راه كيجي حار وما تقدوش عليه ويقدر يضركم في المعده ولا، لانه هو شويه مجهد. المهم هذا الرومي تيكون شويه خفيف. ممكن شتو رانا حكيت غير القشره، اللب راه ما استعملتوش نهائيا لانه هو اللي كيخسر العصير، وعصرت داك الماء ديالها ديال الحامض. وهنا غادي ندير السكر، انا زدت عليه الماء. المهم هذا حامضه البنات راه كتخرج ليا يطرود العصير. المهم هذا الشيء كله رانا درته معكم في واحد الفيديو، غير بالنسبه للبنات اللي ما شافوش ولا شي حاجه. صافي غادي نعصرو بحال هكا عادي. المهم هذا راه يخرج ليا يطرود الماء، واخا انا ما درتش كاع يطرو هنايا، حتى نديرو في القرعه. انا عندي قرعه اللي كتهز يطرونيس شان، هي هذه يعني كنعرف وكنزيد فيها حتى كنعمرها، كنزيد فيها الماء حتى تعمر ليا. صافي كنعرف بلي هو داك القياس. هانتوما غادي نصفي داك القشور اللي تطحنوا. وكي قلت لكم البنات اللب ديال الحامض راه هو اللي كيمرروا وكيجيبوا خاسر. هادشي علاش انا عصرتها وحكيت غير القشره صافي. صافي هانتوما انا غنعمر هاد القرعه، غنعرف راسي بلي وصلت للعبار ديالها. صافي راه هو هذاك، غنحركها شويه على السكر. صافي ها هو العصير ديالي وجد. صافي باش غير دابا غادي نخلي العصير وانا يلا بغيت نقول لكم غادي ندي ولدي ندوش ليه. ها هو دوشت ليه، رانا خرجته راه فرحان. ولدي ما كيحملش الدوش، تيكره شي حاجه سميتها الدوش، العكس تاع اختو. اختو هي عزيز عليها الدوش، هو لا تيكرهو. ملي كندخلو للدوش راه كيكون بالنسبه لي هذاك هو النهار الكحل. دابا عمرت ليه غير البانيو وخليته يعني على اساس بحال تيعوم بحال راه في لابيسين، وبقيت نضحك عليه هكاك. المهم حتى فوتنا هاد الدوش هذا. اما هو راه تيحيي حتى تسمع صوتو من الزنقه. المهم بعدا راه خارج فرحان، واخا هكاك ما بكاش ليا لان سيست معاه شويه، وخصوصا الا قصتي ليه الشعر ما تيحملش تقيس ليه شعره وتغسل ليه الراس. صافي هو لبس راه فرحان وتيبوس فيا وتيعنق. المهم راه شقى ليه شويه نتاحسو شويه نتصالحو شويه صافي هو كملت ليه. دابا البنات غادي غير نلبسو، هو غادي ندخل حتى انا ندوش، لان عندنا واحد الحراره بصح البنات، الحراره الحال السخون. صافي البنات حتى انا رانا دوشت. صافي دابا وصلت الجوج عندنا، غادي نقلي الحوت ديالي. صافي من اللوبيا راكم شفتوها طايبه، العصير طايب، راه حتى الخبز البنات رانا عجنته وراه حتى هو تيطيب. غير كي قلت لكم يعني ما كنبغيش نبقى نشارك معكم ديما الخبز. انا عجنت، انا غربلت الدقيق، انا صافي يعني هذاك الشيء راكم شفتوه معايا شحال من مره. صافي هنا قومت الشلاضه ديالي، زدت فيها شويه القزبور. انا قلت لكم كنبغي فيها القزبور وشويه البزار ديما في شلاضه بلديه، وراجلي هو ما تياكلش القزبور بزاف اصلا، ما كيحملوش حتى في الماكله العاديه في الطاجين ولا ما كيبغيش يكون كتير. اما في شلاضه هكا كاع ما يبغيه. نشرب انا واحد الكاس ديال العصير، خرجت سخفانه في الدوش الحال سخون عندنا بزاف. صافي غادي ندي العصير وندي شلاضه ديالي، وهو الخبز حتى هو والحوت ديالي راه حتى هو صافي. بقاو غير هذوك الثلاثه في المقله، راه كلشي طاب. هنا غادي نكب اللوبيا، والصراحه درت غير القياس وتكلت كامله بعد ما بشات حتى شي حاجه. اول مره كندير القياس ديال اللوبيا اللي كيجي نيشان ديما كتشط ليا وتتبقى في الثلاجه غير تنكبها ولا، لان ما كيعاودش يرجعوا ليها. صافي هي اللوبيا ديالي، ها هو الحوت حتى هو. صافي دابا غادي نمشي نحط لهم يتغداو. صافي هنا دابا البنات راه تغدينا كالعاده وغسلنا عاوتاني الماعن المهم نقزت معاكم حتى وصل مشيت. صراحه مشيت نعست واحد شويه، دابا نط باش ندير بوشيار ديالي. المهم هذا الشيار الملالي، واسمحوا لي الملاليات الا كان ماشي هو هذاك ولا مفوت في شي بلاصه. المهم دابا غنعطيكم المقادير اللي درت. رانا تما درت الدقيق الفرص وشويه تاع الصفر، يعني مثلا الا درت زلافه ديال الفرص غندير غير نص زلافه تاع الصفر، وزدت تما ربع كاس تاع الزيت والملح والسكر والخميره. صافي هادشي اللي فيه. وهنا غادي نعجنو بالماء. غير هو البنات غادي نديرو نخليه شويه جاري، ماشي بحال الخبز العادي،
غادي نبقى نعجن حتى يتجمع ونزيد الماء، منها تيتدلك ومنها تيزيد يتطلق بداك الماء صافي حتى غادي نكملو كامل. المهم نخليه جاري شويه تيتلصق في اليدين، ماشي بحال الخبز يكون شويه جاري على الخبز. انا نوريكم كيفاش شفتوه، يعني باقي تيتهز مع يديك صافي. وغادي نخليه دابا ونمشي. راه هنا دابا البنات انا خليته تقريبا شي ساعه ولا، المهم حتى مشيت جبت ولادي من المدرسه وجيت عاد دابا رانا خدامه فيه. وغادي ندير الزيت ليدي وغادي نشكل الكويرات ونحطهم. هو راه واخا هكاك البنات راه ما واعر، ما كيشد الوقت ما حتى حاجه، ولكن راه كيجي الرطب وتيجي من داكشي، خصوصا الا كنتو غادي ترطبوه مع العسل والزبده. راه حتى انا هكاك غادي ندير ليه. المهم ها نتوما كيشتو غادي نبقى ندهن يدي بالزيت ونبقى نقطعو لانه راه كيتلصق في اليدين بزاف بزاف. وغادي نشوف انا هاد العجينه هادي شحال غادي تخرج ليا. تخرج ليا تقريبا 10 الحبات هما هادوك نيشان 10 صافي. غادي ديك الساعه غادي نبدا فيهم حيت ما خويتهمش بزاف من ديك الخميره ديالهم ولا يعني غيتقرصوا معايا دابا صافي. انا درت المقله ديالي باش تسخن وغادي نقرصهم شويه. غير هو حاولوا شويه ترققوا يعني عينكم ميزانكم، لانه ما غير كتحطوهم في العافيه كيزيدوا يتنفخوا صافي بحال هكا. وراه كيجي زوين البنات وكيجي رطب وهشيش من الداخل. المهم انا هذه هي الطريقه اللي الصراحه اللي تعلمتها انايا في بني ملال واللي كتصدق ليا ديما وهي اللي كندير ديما صافي. نتوما كيشتو ملي كتبان لكم باللي ما كتنفخش كنزيدها شويه الزيت في الجناب وعاد ندور عليها تندورها شويه باش كتشرب ليا ديك الزيت اللي كبيتها. نتوما شفتوا كيجي اللوين ديالها راه تيجي زوين. وهاد المقله البنات راه بزاف البنات سولوني في التعليقات على هاد المقله. المهم انا رفيت ليا قلتها في واحد الفيديو ولكن غادي نعاود نقولها، خصوصا واحد الاخت شروق راه فايت ليا سولاتني. المهم هاد المقله البنات راه هذه هي ديال الضو اللي كتباع ديال الضو، كتستعمل كديري لها البريز وكتخدمي بها. المهم انا شريتها قديمه من الجوطيه خاسر ليها بلاصه ديال الضو، وانا اصلا تعمدت كنقلب على وحده اللي هي خاسره باش ناخذها بواحد الثمن اللي هو مناسب، لان انا ما باغاش نخدمها في الضو. وحيدتها كاع دوك البياس لتحت وكلشي حيدتهم ليها وكنحطها فوق البوطه نيشان. ها نتوما شفتوا الشيار ديال البنات كيجا راه كيجي رطب وكيجي زوين كيجي بحال السفنج، كيجي بحال السفنج ورائع. جربوه راه شفتوا الطريقه واعره وكيجي محمر وزوين بحال هكا. هنا عندي الزبده والعسل وشويه الزيت البلديه غادي نديرهم فوق البوطه. ورانا دايره كي شفتوا اتاي ديالي راه تيطبخ حتى هو صافي باش نعمر للدراري اتاي لان جاو قبيله من المدرسه راه شي ساعه هادي باش جاو من المدرسه. وهنايا رانا كنحط الخبزه وكنحاول نتقبها باش كيدخل لي هذاك العسل والزبده والزيت كيدخلوا معاه. كيشتو انا كنتقبها بالفرشيط كنورك عليه حتى كنقيس المقله لتحت. شفتوا ها هي شربات باش كتشرب من الداخل. المهم انا هادشي راه ماشي كنوريكم شي حاجه اللي نتوما ما كتعرفوهاش كي تنقول ديما، ولكن تنوريكم طريقتي لان كل دار راه عندها طريقه خاصه بها صافي. بحال هكا غندير غير ربعه لان غير انا ولادي ما راجلي دابا ما كاينش حتى يجي وغادي نخلي ليه ديالو. المهم انا هنا في المقله راه غادي يبقى ليا الزيت والزبده والعسل لان رانا درت الكميه كثيره. ها هو بوشير ديالنا صافي. دابا غادي نمشي نحط للدراري باش ياكلوا. ها هو اتاي ديالنا ريحه النعناع فيه كتشهي من داكشي. وانا البنات اتير كنبغي نخليه يطبخ 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 حتى ما كتبقاش فيه الكشكوشه نهائيا. عاد كنعرفوا بلي راه صافي تطبخ صافي. هنايا صفاء رانا حطيت ليها ايوا غادي ناكل انا والاستاذ ديالي. حطيت ليه الطريفات مقطعين قال لي لا، قال لك انا راه كبير باغي نقطع راسي. المهم ما بغاش هو ياكل دوك الطريفات اللي حطيت ليه تيقطع راسو. تيتقابل مع الكاميرا وتيبقى ياكل. المهم الصراحه البنات جرطب يعني تقدري تاكلي خبزه ونص وما تحسيش بها بكثره ما هو رطب.
ومع اتاي وفي هذا الوقت دابا بحال هكا يعني في الكوتي ولا ما حتى الصباح كيجي شويه مجهد صافي. المهم هانتوما تاني بالزربه نقصت العشاء كنكون غاديه مع واحد الحاجه تلقى راسي نقصت الحاجه اخرى. المهم هنا البنات راه عندي هنا مطيشه طحنتها دابا ان شاء الله غادي نبدا في العشاء راه غادي ندير غير مطيشه بالكفته وصافي. المهم انا غير كيف العاده بغيتكم تعيشوا معايا النهار كامل ديالي اللي يعني كي عشتو تعيشوه معايا وصافي. المهم هنايا غادي درت مطيشه تما طحنتها البنات مع شويه ديال الماء باش تطحن ليا. وهنايا غادي ندير البصله تشحر وكيف العاده مع شويه ديال الثومه وغادي ندير لها العطريه ديالها العاديه. بالحق العطريه بلاتي ما غاديش نديرها دابا. وهذا هنا الربيع غير تشحر ليا ديك الثومه غادي نزيد عليها ديك مطيشه. ها هي الثومه تي درتها حتى كطلع ليا ديك الريحه اللي تنقول لكم ديما ديال البصله والثومه ديك الريحه الزوينه. عاد كنعرف بلي راه صافي راه تقلاو صافي. هنا زدت مطيشه ديالي وانا البنات مطيشه راه كنتعمد باش نزيد الماء بزاف باش بحال كتسلق ليا باش ما كتبقاش فيها ديك الحموضه. راكم شفتوا دابا ملي شربات كي ولات وصافي. دابا غادي نزيدها الكفته. المهم هاد الطريقه هادي راه كاع الناس تيعرفوها غير هو كله كيفاش كيدير ليها. غير بالنسبه للناس اللي كتجيهم مطيشه حامضه كيف في الكفته هكا ديال اللحم ولا الكفته ديال السرديل ولا بزاف الناس كتبقى لهم مطيشه حامضه والدراري الصغار راكم عارفين تيتبعكوا. المهم كي قلت لكم انا راه حتى كتشحر ليا شويه وكنزيد فيها الماء وكنخليها كنزيد فيها واحد الكميه شويه كثيره ديال الماء وكنخليها كتطبخ مزيان في داك الماء حتى كيشربها كامل كتبقى غير مطيشه. راه بديك الطريقه راه ما كتبقاش ريحه الحموضه نهائيا في مطيشه. صافي هي الكفته ديالي زدتها انا غادي نغطيها تطيب. وهنايا غادي نزيد البيض وغنزيد شويه الملح وغادي نحاول نحرك داك البيض في ديك المطيشه باش تدخل فيه مزيان وصافي ونغطيها حتى طيب ان شاء الله. عاد غادي نزيدها واحد شويه الفرماج محكوك من الفوق صافي براه طاب. هنايا غادي نزيد شويه ديال الفرماج الاحمر وتما درت واحد شويه ديال الروز درت شويه د الروز وواحد شويه ديال نتوما كيشتو شويه د الروز واحد جوج د البصله ما الدراري حتى واحد دابا ما غياكلو صافي. وها هي المقيله ديالي حتى كطابت ما دشي ديالي د الكفته وكي قلت لكم شويه ديال الشلاضه ثاني شويه د المطيشه والخس والبصله وصافي. هكا غادي يسالي الروتين ديالي معكم ديال اليوم. المهم روتين اللي هو بسيط بحال ديما. المهم غير بغيتكم تعيشوا معايا الروتين ديالي كامل كي عشتو ان شاء الله. تسناوني في روتين اخر جديد ان شاء الله اللي يكون حتى هو يا روتين خفيف. وبسلامه عليكم البنات نتلاقاو ان شاء الله.